أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: خبر مفرح للمتقاعدين المغاربة. قبل ما نبدأ في التفاصيل ما تنسوش من الفيديو تشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما كل جديد. كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن المتقاعدين سيستفيدون من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل ابتداء من سنة 2026. وقال بيتاس في معرض رد على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت إشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، تم التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل، المعاشات والإيرادات العمرية أو المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026. أضاف الوزير أن أحكام قانون المالية نصت على تخفيض بنسبة محددة تصل إلى 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المذكورة المكتسبة خلال سنة 2025. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإجراء سيكلف أكثر من مليار درهم، وسيستفيد منه 164,744 متقاعدا، وتمثل نسبة المتقاعدين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 86%.